عمرك ما هتبطل تخاف ان انت تعمل برزنتيشن او تتكلم قدام ناس كتير طول ما انت بتعمل الخمس حاجات دي. الخوف من البرزنتيشنز من اكبر الحاجات اللي الناس بتخاف منها في الحياه. عايز اقول لك ان في دراسات اكتشفت ان الخوف من البرزنتيشنز او من كلام قدام ناس كتير احيانا بيتعدى الخوف من الموت. يعني في ناس عندها تموت عادي بس ما تعملش برزنتيشن او تتكلم قدام ناس. فلو انت عندك الخوف ده انا جاي اقول لك ان هو طبيعي جدا وانت مش لوحدك، في ناس كتير قوي كده. ازاي بقى تقدر تتخطاه؟ طب هو انا ليه اصلا اتخطاه؟ يعني انا ليه بعمل لك الفيديو ده؟ علشان تتخطى خوفك من البرزنتيشنز او خوفك من ان انت تتكلم قدام ناس كتير. انا واحد من الناس كان عندي الخوف ده وبشده، يعني الموضوع بجد كان عندي اوفر، كان كتير، وكان عندي مشكله في حته البرزنتيشنز عموما حتى لو انا مش خايف، يعني ما كنتش بعرف اعمل حاجه. لما اتعلمت الموضوع ولما اتدربت عليه كتير بجد فرق في حياتي كلها. هو اللي كان السبب اصلا ان انت شايفني دلوقتي في فيديو على اليوتيوب، علشان ببساطه لما طلعت بره الكومفورت زون او لما اتعلمت مهاره جديده زي دي فرقت في ثقتي في نفسي، وفرقت في الطريقه اللي انا بعبر بيها عن نفسي، وفي قدرتي ان انا انقل افكاري للناس. فزي ما هي فرقت معايا انا بحاول انقل لك نفس اللي فرق معايا ده علشان تعرف ان هو ممكن يفرق معاك انت كمان. ممكن يفرق معاك في شغلك، وممكن يفرق معاك في حياتك الشخصيه، وفي حاجات كتير انت مش ممكن تتخيلها. المهم مش عايز اطول عليك، خلينا نبدا باول حاجه انت بتعملها بتساعد ان انت تخاف من البرزنتيشنز. بس قبل ما نبدا، لو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. اول حاجه يا معلم هي ان انت بتركز على نفسك زياده عن اللزوم. يعني ايه بتركز على نفسك زياده عن اللزوم؟ يعني ببساطه لما انت بتيجي تعمل برزنتيشن، البرزنتيشن دي ما هي الا شويه معلومات انت محتاج تنقلها لشويه ناس. المعلومات دي عندك انت، فببساطه الطبيعي ان انت تحاول تظبط المعلومات دي بطريقه معينه بحيث ان فعلا كل معلومه توصل للناس زي ما انت عايز. انت واخد بالك؟ يعني هو المهم من الموضوع ان المعلومات توصل للناس. انت بقى ما بتفكرش في كده، انت بتفكر هو الناس دي لما انا هطلع قدامهم هيقولوا عليا ايه؟ هو الناس دي انا لو طلعت قدامهم وعملت البرزنتيشن ونسيت حاجه هيقولوا عليا ايه؟ طب هيبان اصلا ان انا متوتر ولا لا؟ انت غصبا عنك بتفكر افكار كتير قوي كلها عن نفسك. طب علاج الموضوع ده ايه؟ علاج الموضوع ده ان انت بجد تبقى بتحضر محتوى البرزنتيشن وبتتدرب عليها، وكل اللي بيدور في دماغك والكلام ده انت هتعمله قاصد، ان انت هتحط في دماغك فعلا ان انا عايز الناس تفهم، انا مركز على الناس اللي انا هعمل لها البرزنتيشن، بحاول ابسط المعلومات وبحاول ابسط طريقتي واخليها مباشره علشان الناس اللي قدامي تفهم. وحتى لما تيجي تعمل البرزنتيشن وتتكلم قدامهم ركز عليهم. مش هقول لك انسى نفسك، المفروض ان انت ما تركزش على نفسك، بس انا مش هقول لك ما تركزش على نفسك عشان مش بزرار، بس علشان تعرف ما تركزش على نفسك زي ما قلنا وتخلي ده يخوفك، ركز على الناس نفسها. بص للناس، بص لكل واحد في عينه شويه، حاول تفهم كده او تحس الناس دي فاهمه اللي انت بتقوله ولا لا، حاسه باللي انت بتقوله ولا لا. ولو حد مش فاهم حاول تساله، طيب انت في حاجه مش فاهمها؟ حاول تفهمه. خلي هدفك الاول والاخير والرئيسي والاساسي وكل حاجه هو ان الناس اللي قدامك تفهم المعلومات اللي انت بتقولها. لما ده هيحصل هتلاقي ان الموضوع بقى ابسط كتير وتوترك قل كتير، وعشان انت نسيته اصلا، انت نسيت توترك، انت نسيت اي حاجه عنك. طيب دي كانت اول حاجه، وهي ان انت بتركز على نفسك زياده عن اللزوم وبتنسى الناس. علاجها ان انت تركز على الناس وتنسى نفسك. طب ايه بقى تاني حاجه؟ تاني حاجة هي ان انت بتركز على تحضير المحتوى. ناس كتير بتعتبر تحضير البرزنتيشن هو تحضير المحتوى او تحضير السلايدز. ناس كتير فاكره كلمه البرزنتيشن دي اصلا هي السلايدز. ده مش حقيقي. طب ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ اللي بيحصل في الحاله دي ان انت فعلا بتركز على السلايدز وبتركز على تحضير المحتوى وبتروح تحضره كويس قوي، بتحضره حلو جدا، بس الفكره ان انت بيبقى عندك ساعتها معلومات كويسه انت مش قادر تقولها بشكل كويس. واحنا لسه قايلين ايه من شويه؟ قايلين ان البرزنتيشن ما هي الا شويه معلومات انت عايز توصلها بشويه ناس. توصلها ده مش معناه ان انت تقولها وخلاص، توصلها ده معناه ان انت تبقى قادر توصلها، تبقى عارف انت بتوصلها ازاي وبتقولها ازاي، علشان ببساطه انت تقدر تدي الناس السلايدز او المحتوى بتاع البرزنتيشن بتاعك وخلاص وهم يقروه ويحاولوا يفهموا. بس مش ده الهدف، دي مش البرزنتيشن. انت البرزنتيشن انت اللي بتخلي المعلومات مفهومه او مبهمه. فضروري جدا 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 زي ما انت بتهتم بتحضير المحتوى بتاع البرزنتيشن او تحضير السلايدز بتاعتها، تبقى مهتم جدا بالتدريب عليها، تبقى مهتم جدا ان انت تعمل بروفا مره واثنين وثلاثه و15، علشان لو انت عندك معلومات كويسه من غير طريقه تقديم متمرسه او طريقه تقديم انت عملتها واتدربت عليها، المعلومات دي مش هتوصل للناس. هتتقال بس مش هتوصل. فتخيل بقى انت محضر كل حاجه زي الفل وطلعت قدام الناس، انت بتعمل ده لاول مره او حتى تاني مره، لو انت اتدربت عليه مره واحده بس مش هتبقى قادر تقوله، مش هتبقى عارف تقوله كويس، هتبقى باصص للسلايدز زيك زي الناس بتقول لهم اهو
مع ان مش دي البرزنتيشن خالص، وده هيوترك اكتر وهيحسسك ان انت مش قادر ومش عارف تقول ايه. فزي ما قلنا تحضيرك لطريقتك اصلا، طريقه تقديمك، وان انت تعمل بروفا للبرزنتيشن هيقلل خوفك جدا ساعتها. وخلينا ندخل بقى على ثالث حاجه انت بتعملها وبترعبك من البرزنتيشنز. ننزل بس الكاميرا كده شويه، ايوه زي الفل. انت بيبقى عندك برزنتيشن وهنفترض ان انت حضرتها كويس وحضرت طريقه تقديمك وعملت كل حاجه صح. جيت قبل البرزنتيشن حسيت ان انت متوتر. هنا انت ممكن تقع في غلط وحش قوي هيبوظ لك كل اللي انت عملته. الغلط اللي بتقع فيه واللي ناس كتير بتقع فيه ان هي مش بتبقى مدركه فكرة التوتر، مش بتبقى مدركة انه طبيعي جدا الواحد يتوتر. اللي مش مدرك ان طبيعي جدا الواحد يتوتر هيخاف ان هو يترعش قدام الناس وهيخاف ان توتره ده يبان. طب وايه اللي بيحصل لما تخاف ان توترك يبان؟ اللي بيحصل ساعتها ان انت بتتوتر اكتر، والتوتر بيخوفك اكتر، وبتخش في لوب ودايرة ملهاش نهاية انت مش عايز تخش فيها. الدايرة دي هي اللي فعلا بتخليك تترعش قدام الناس وبتخلي خوفك يبان. التوتر لوحده ما بيبانش. عن تجربة انا شخصيا جربتها وناس كتير جربتها، الواحد لما بيشوف نفسه بيعمل البرزنتيشن اللي هو كان فاكر ان هو متوتر فيها، بيشوف ان هو مش متوتر ولا حاجه ومش باين عليه حاجه خالص. انا مش بقول لك الكلام ده وخلاص، انا فعلا جربته. لكن لما بيخاف من توتره بيبان عليه ساعتها كل حاجه. فافتكر كويس ان انت توترك مش بيبان، وده طبيعي اصلا ان انت تبقى متوتر، عشان اي حد هيطلع قدام ناس كتير بصاله كده ومبحلقه اكيد هيبقى متوتر، فده طبيعي. لكن اللي بيبان فعلا هو خوفك من التوتر ده ودخولك في الدايره اللي احنا قلنا عليها. اما بقى رابع حاجه بتخوفك من البرزنتيشنز هي ان انت بتبقى خايف الناس تحكم عليك، بتبقى خايف من حكم الناس، بتبقى حاسس ان هم قاعدين يقيموك. الحقيقه يا باشا ان هم مش قاعدين يقيموك ولا حاجه. الناس دي زي ما قلنا من شويه هم قاعدين علشان ياخدوا منك معلومه معينه. فلو انت فاكر ان في حد قاعد حاطط ايده على خده وبيبص لك علشان يشوف الشخص ده بيتكلم ازاي وواثق في نفسه ولا لا او مش عارف ايه، هو ما حدش مهتم. هو كل الناس مهتمه فعلا بالمعلومه. فزي ما هم مهتمين بالمعلومه اهتم انت كمان بالمعلومه، واهتم بالطريقه اللي انت هتوصلها بيها، وانسى خالص فكره ان انت بيتحكم عليك. انت ما بيتحكمش عليك، محدش مهتم. اما بقى خامس واخر سبب هو ان انت بتخاف تنسى. وبتخاف تنسى ده لسبب بسيط جدا. انا معاك، يعني انت معاك حق تخاف تنسى. ليه معاك حق تخاف تنسى؟ انت معاك حق في الخطوه دي بس عشان الخطوه اللي قبلها على طول انت ما كانش معاك حق فيها. في ناس كتير حتى بتكتب سكريبت، بتكتب السكريبت او الكلام اللي هي عايزه تقوله كلمه كلمه، حرف حرف، فبالتالي لما بتيجي تتدرب عليها بتقرا البرزنتيشن بتاعتها، بتقرا الكلام اللي هي كاتباه علشان تحفظه كويس. فانت لو حافظ اكيد هتخاف تنسى. الشطاره هنا ان انت ما تحفظش، الشطاره هنا ان انت تفهم. تفهم ازاي بقى؟ اسهل واحلى طريقه انا شخصيا بستخدمها في الموضوع ده ان انا لما باجي اكتب السكريبت بتاعي او لما باجي احضر المحتوى بتاع البرزنتيشن بكتب عناوين بس، مش بكتب كلام بحذافيره يتقال. لما بكتب العناوين بس وبذاكرها كويس وبتكلم عنها، خلاص انا عارف ان انا هتكلم عن العنوان الفلاني فبتكلم بقول اللي انا عارفه، فما بيبقاش في حاجه اصلا اتحاسب عليها سواء انا حفظتها او نسيتها. مصطلح النسيان ده ما بيبقاش موجود اصلا، علشان هنسى ايه؟ ما انا في حاجه انا فاهمها بتكلم عنها بتلقائيه، وده بيخلي حتى ادائك في البرزنتيشن احسن ان انت بتتكلم بتلقائيه. فلما تيجي تكتب المحتوى او تحضر البرزنتيشن بتاعتك اكتبها بصيغه عناوين وذاكر العناوين دي كويس، علشان ده كمان اللي لازم يتحط في السلايدز. خلي بالك يعني انت ما ينفعش تحط في السلايدز كلام كتير، انت بتحط عناوين بس. ذاكر بقى العناوين دي كويس واتكلم عنها وهتبقى هي دي البرزنتيشن بتاعتك، وساعتها مش هتخاف تنسى اصلا، وده هيقلل من خوفك وتوترك بشكل عام في البرزنتيشن بتاعتك. لو انت معايا لحد دلوقتي اعتقد ان الفيديو ممكن يكون عجبك، واعتقد ان انت شفته مهم يعني، فيا ريت تعمل له لايك لو انت لسه ما عملتلوش لايك يعني، ويا ريت كمان تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. السلام عليكم.